أهلا بكم في قناة Storyverse Central. في ليلة لا تعرف للنجوم طريقا وسكون يخفي أسرارا مريبة، بدأت حكاية غامضة لم يكن لأحد أن يصدقها. خيمة غريبة، مهرجان يظهر من العدم، وأسرار تقشعر لها الأبدان. هل تجرؤ على معرفة ما حدث؟ هل تستطيع مواجهة الظلال التي تخفي الحقيقة؟ استعد الآن لرحلة إلى أعماق الرعب والغموض، القصة التي لن تمحى من ذاكرتك أبدا. في ليلة حالكة السواد، غابت النجوم خلف ستار من السحب الكثيفة، واختفى القمر كأنه يخشى أن يراقب ما يجري. كانت البلدة تغرق في صمت مريب، إلا من همسات مبهمة تدور حول مهرجان غامض يظهر فجأة على أطرافها. كان الحديث عنه مزيجا من الرهبة والإثارة، مهرجان ملون بالأضواء المتراقصة والأصوات الموسيقية المريبة التي تنبعث من زواياه. وسط هذه الجلبة كانت الخيمة الكبيرة في المركز، مزينة بوجه مهرج مبتسم، ولكن ابتسامته لم تكن كما تبدو. كانت عيونه الداكنة تحكي قصة رعب دفين، وكأنها نافذة إلى عالم لا يريد أحد دخوله. في الأيام التي سبقت ظهور المهرجان، بدأت البلدة تشهد أحداثا غير طبيعية. اختفاء مفاجئ لأشخاص كانوا آخر من شوهدوا وهم يقتربون من المهرجان. وسط الخوف والقلق انقسمت الآراء، البعض نصح بالابتعاد، بينما استسلم آخرون لفضولهم. كانت الأحاديث تنتقل بين الناس كالنار في الهشيم، ولكن كلما سمع ذو يزن وسيف عنها زاد شعورهما بأنهما لا يستطيعان البقاء بعيدا. ذو يزن كان شخصا متزنا، يميل إلى الحذر ويعتمد على إيمانه لمواجهة المصاعب. أما سيف فكان مغامرا لا يعرف الخوف، دائما ما يبحث عن شيء غير مألوف ليختبر شجاعته. وعلى الرغم من تحفظ ذو يزن، استطاع سيف إقناعه بأن مغامرة كهذه ستكون مثيرة، بل ربما تغير حياتهما. عندما اقترب من موقع المهرجان، استقبلهما جو بارد رغم حرارة الصيف. كانت رائحة غريبة تشبه العفن تملأ المكان، مما جعل كلا منهما يتساءل عن سبب وجوده هناك. الأضواء المبهرة والأصوات الموسيقية كانت كأنها تدعوهما للدخول، ولكن الخيمة الكبيرة في المنتصف بدت وكأنها تراقبهما. بخطوات مترددة دخل الخيمة. كان الجو داخلها غريبا، مليئا بألوان نابضة بالحياة، ولكن خلف كل ذلك كان هناك شعور مريب بأنهما مراقبان. بدأت الأصوات الخافتة تتحول إلى همسات واضحة ترحب بهما وتدعوهما للتقدم. المرايا التي تملأ المكان كانت تعكس صورا مشوهة لهما، وكأنها تحاول أن تكشف أعمق أسرارهما وأشد مخاوفهما. فجأة ظهر أمامهما المهرج. كان ضخم الجثة، وابتسامته العريضة زادت من رعب ملامحه. عيناه الداكنتان كانتا تحفران في أرواحهما، وكأنهما تقولان إنهما لن يخرجا سالمين. حاول ذو يزن التراجع، بينما وقف سيف متجمدا في مكانه غير قادر على الحركة. أهلا بكم في عالمي، قالها المهرج بصوت عميق، ثم انفجرت الضحكات من حولهما، كأنها تأتي من كل مكان في الخيمة. بينما كانا يحاولان فهم ما يحدث، بدأت المرايا تتحرك. كل مرآة كانت تعرض كابوسا مختلفا، كأنها تسحب ذكريات مؤلمة أو مخاوف دفينة من داخلهما. ذو يزن رأى نفسه في غرفة مظلمة وحيدا تماما، بينما شاهد سيف عائلته تختفي أمام عينيه. كان الخوف يتملكهما، ولكن ذو يزن استجمع شجاعته وبدأ بتلاوة القرآن بصوت مرتفع. كانت الآيات تتردد في أرجاء الخيمة، وكأنها تطرد الظلام من حولهما. أما سيف فرغم صدمته
حاول أن يبحث عن مخرج بين تلك المرايا المشوهة. عاد المهرج ليظهر أمامهما، هذه المرة أكبر حجماً وأكثر شراسة. كانت ضحكاته ترتفع مع كل خطوة يقترب بها منهما. لن تهربا، قالها بصوت مخيف. ذو يزن وسيف، وقد استجمعا شجاعتهما، قرر المواجهة. بدأ ذو يزن بتلاوة الآيات بصوت أعلى، بينما قام سيف بجمع كل شجاعته، متذكرا دعوات جدته القديمة التي كانت ترويها لحمايته من الشرور. الأضواء داخل الخيمة بدأت تتلاشى، والمرايا تتشقق، مما جعل المهرج يصرخ بغضب، ولكنهما لم يتراجعا. واصل ذو يزن تلاوة القرآن حتى انفجر نور قوي من بين المرايا، محولا الخيمة إلى فضاء فارغ. المهرج بعد أن أطلق صرخة مدوية اختفى في الفراغ، تاركا خلفه سكونا غريبا. خرج ذو يزن وسيف من الخيمة ليجد أن المهرجان بأكمله قد اختفى. كان المكان مهجورا وكأن شيئا لم يكن. شعرا بالراحة لخروجهما سالمين، ولكنهما أدركا أن ما عاشاه سيبقى معهما إلى الأبد. عندما عادا إلى البلدة أخبر الجميع بما حدث، ولكن قلة فقط صدقت القصة. وعلى الرغم من ذلك قررا أن يجعل من تجربتهما درسا يحذر الآخرين من السقوط في فخ الفضول. ولكن مع كل ليلة يمر بها ذو يزن وسيف، كان هناك شعور خفي بأن المهرج لم يختف تماما، وأن لعنة المهرجان قد تعود يوما ما لتطاردهما. عزيزي المشاهد، فضلا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. شكرا لدعمكم، ونراكم في الفيديو القادم.